مرحبا بكم في قناة تشريح كورة، القناة التي نغوص فيها في تفاصيل كرة القدم ونكشف أسرارها. موضوع حلقتنا اليوم عن مدربي النادي الأهلي المصري الذين قادوا الفريق على مر العقود وتركوا بصماتهم في تاريخه الحافل بالإنجازات. سنتحدث عن عدد المدربين، جنسياتهم، إنجازاتهم، وأيضا الأزمات التي مر بها الفريق. فلنبدأ. البداية 1907 1950. أول مدرب تولى قيادة النادي الأهلي كان الإنجليزي مستر ميتشل، وذلك من عام 1907 وحتى عام 1916. لم تكن هناك بطولات رسمية في تلك الفترة، لكنه ساهم في تأسيس الفريق ووضع قواعده. مع تطور كرة القدم في مصر، بدأ النادي يعتمد على فكرة المدرب المحلي، وكان من بينهم عبد الرحمن فوزي الذي ساهم في تعزيز هوية الأهلي الكروية. الحقبة الذهبية 1950 1980. عصر البناء والتطوير. خلال هذه الفترة شهد النادي الأهلي طفرة كبيرة على مستوى الأداء والإنجازات. من أبرز المدربين في هذه الحقبة كان المجري ناندور هيديكوتي الذي قاد الفريق من عام 1973 إلى 1980. حقق مع الأهلي 5 بطولات دوري مصري وكأس مصر، وساهم في بناء أسلوب اللعب الجماعي الذي اشتهر به النادي. رغم الأزمات الإدارية والمالية التي واجهها النادي في تلك الفترة، إلا أنه ظل صامدا محافظا على مكانته. وأنت تشاهد الحلقة الآن. هل قمت بالاشتراك في القناة؟ إذا لم تفعل، اضغط على زر الاشتراك الآن لتستمر معنا في متابعة كل جديد في تشريح كورة. والآن دعونا نكمل الحكاية. الحقبة الذهبية الثانية. عصر مانويل جوزيه 2000-2012. البرتغالي مانويل جوزيه هو الاسم الأبرز في تاريخ الأهلي الحديث. قاد الفريق في 3 فترات مختلفة: 2001 2002 2003 2009 2011 2012. حقق مع الفريق 20 بطولة، منها 6 ألقاب دوري مصري، 4 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، 4 ألقاب سوبر أفريقي. من أبرز لحظاته التاريخية هدف محمد أبو تريكة في مرمى الصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006 في الدقيقة 92. الأزمات. مرحلة ما بعد مانويل 2012-2020. بعد رحيل مانويل واجه الأهلي العديد من التحديات. قاد الفريق المصري حسام البدري في 3 فترات، وحقق خلالها دوري أبطال أفريقيا عام 2012. في عام 2020 تولى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قيادة الفريق. حقق دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، 2020 2021. أحرزوا الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين. العصر الحديث. مارسيل كولر 2022. الآن السويسري مارسيل كولر يعتبر المدرب الأحدث الذي بدأ كتابة تاريخ جديد للنادي الأهلي. منذ توليه المهمة في 2022 نجح في تحقيق 10 بطولات في أقل من سنتين، منها دوري أبطال أفريقيا، الدوري المصري، كأس مصر. يقدم الفريق تحت قيادته أداء استثنائيا، ويبدو أنه في طريقه لمواصلة تحقيق الألقاب. هكذا كانت رحلتنا اليوم مع مدربي النادي الأهلي الذين تركوا بصمة لا تنسى في تاريخ القلعة الحمراء. كل مدرب كان جزءا من قصة نجاح أو تحد واجهه النادي، لكن في النهاية يبقى الأهلي هو البطل الحقيقي بروحه وإصراره على تحقيق الأفضل دائما. لو الحلقة عجبتك، اضغط على زر الإعجاب وشاركها مع أصدقائك، ولا تنسى أن تكتب لنا في التعليقات رأيك عن المدرب الأفضل في تاريخ الأهلي ومن تريد أن نتحدث عنه في الحلقة القادمة من تشريح كورة. نلقاكم قريبا في حكاية كروية جديدة. إلى اللقاء.